اول لما لقيت الكوسه الرفيعه دي عند الراجل افتكرت مامتك الله يرحمها. تعيشي. كانت دايما تتحدى نفسها في انها تحشي ارفع كوسه في السوق. اه والله، ده الناس كانت بتاكل وتقول سبحان الله، ازاي بتعرف تحشي الكوسه الرفيعه دي؟ عشان هي كانت صبوره، وعشان طعم الكوسه دي بيبقى احلى بكتير. الله، بس انا ماما ما كانتش بتديها في الزيت كده. ما عشان احنا مش هنحشيها رز برضه، احنا هنعمل تغيير. هتعمليها زي حبايبنا قصدك على مين؟ الشوام. الله ينور عليك. بص، بعد ما قلينا الكوسه وحشيناها باللحمه المفرومه، هنحضر بقى صلصه الطماطم اللي هنسويها فيها. ايه ده؟ هم مش بيعملوها بالزبادي؟ لا، التانية دي اسمها شيخ المحشي، انما دي بقى اسمها المخشي. المخشي؟ انت شكلك بتألفي على فكره. والله ابدا، حتى هتشوف الناس هتقول ايه. المهم انا رصيت الكوسه بقى كلها في البايركس، وحطيت عليها بقى الطماطم اللي حطينا عليها الثوم والملح والفلفل، وعلى الفرن بقى لغايه ما تستوي كده، ويكون الرز كمان استوى. رز؟ يعني انت ما حشيتيش الرز جوه الكوسه برضو هناكل رز معاها؟ ضروري، مش عشان تشبعوا. امنت بالله. يلا بقى دوق وادعيلي. هم. ايه رايك؟ يا سيدي.